This is the real Morocco. They need someone help him. السلام عليكم. مؤخرا نشرت فتاة أسترالية فيديوهات قيل أنها تعري وتكشف الوجه الحقيقي للمغرب، وكما جرت العادة دائما ننتظر الأجنبي لكي يخبرنا بواقع حالنا. إنها الصحفية كايلي فلافيل، مخرجة وطباخة ومقدمة برامج تشاهد في 68 بلد، تعمل مع ناشيونال جيوغرافيك وفوكس لايف والTLA كندا وغيرها من القنوات العالمية. جاءت مؤخرا للمغرب لتعلم الصحافة العاهرة بالمغرب كيف يكون العمل الصحفي المحترف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن من أجل مستقبل يعيش فيه المغاربة بكرامة على الأقل. لكن الصحافة المغربية لا تستحق اسمها، لذا أقول لهم تعلموا، شاهدوا وتعلموا. وكما قلنا في الحلقة السابقة، ليس من السهل خداع الإعلام العالمي المحترف. وضعت كايلي إصبعها على الجرح، إنه المغرب العميق أو المغرب المنسي، حيث يعيش أصحاب هذه الأرض السكان الأصليين للمغرب إذا صح التعبير، يعيشون الإهمال التام، لا مستشفيات ولا مدارس ولا مؤسسات ولا وجود للدولة. إنها حزينة لأن الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة. It's interesting because they have no concept of time because these children don't go to school. بل لأنهم لن يذهبوا مستقبلا للمدرسة. تعجب بهم وتلاعبهم، وجوههم جميلة رغم الأوساخ التي تعتليها. ملابسهم قديمة وأحذيتهم لا تحمي أرجلهم الصغيرة من البرد الذي شوه بشرتهم. سيضيع مستقبلهم في هذا البلد الكئيب. المبلغ المخصص لمساحة القطاع 45 مليون ديال الدرهم، في حين أنه الطرق تجاوزت 50 مليون ديال الدرهم. بلاد كحلة كما يقول المغاربة. تقول هذا هو المغرب الحقيقي. This is the real Morocco. This is what this is what matters. No? It's nothing. They need someone help him. جلبت بعض المساعدة فواجهت مشكل في توزيعها، فالناس في حاجة ماسة لأي شيء. The problem is that we only have 2 blankets left, but there are 12 women. وقفت على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، تتساءل: knows that people like this exist. أيعقل وجود ناس بهذه الحالة في هذا الوقت؟ هذه الحالة التي تشكل خطر على الأطفال. Yeah. Dangerous for the kids. شاهدت البراءة في عيونهم، قبلوها وشكروها وفرحوا بها، ثم تركتهم وهي تبكي. Breaks your heart because they are so happy just to receive a pair of socks, and makes you very emotional. But they're very beautiful children. هي تعرف أنها قد تركتهم لمصير مجهول. صورتهم وصورت معاناتهم وذهبت لتعرضها للعالم. هذا ما يفعله المغرب بمواطنيه، بأصحاب الأرض. لكنها لا تعرف أن الدولة المغربية قد تعودت على الفضائح ولم تعد تخجل منها. عادي، هؤلاء ليسوا خدام الدولة، لذا فالدولة لا تهتم ولا تكترث لأمرهم. كثيرون يقولون أن الدولة تتحكم بها عصابة من المجرمين في حق الوطن والمواطن، لكني أقول لا، العصابات قد تكون أرحم من هؤلاء. ذهبت كايلي وبقي هؤلاء الأطفال ينتظرون. هل هناك من يحن ويفكر بهم ويكترث لهم من بني جلدتهم المغاربة كما فعلت كايلي؟ هل هناك من سيجلب بعض الزيت والسكر فهم لا يفكرون في الحلوى؟ أم أن عليهم انتظار عودة كايلي أو غيرها من الغرباء؟ يا ليت الدولة كانت مثل كايلي، أمنية طفل. نحن نعرف هذا الواقع، لكن قلوبنا أصبحت قاسية لأننا تعودنا على مثل هذه الفظاعات